و50%. كلنا زعلنا اللي ما اخترناش مرسي، كلنا زعلنا وقلنا البلد رايحه في داهيه. بس يمكن ده كان ترتيب، يمكن زي ما بيقولوا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يمكن كانت للخير ان الناس انتخبت مرسي ونجح ب 51%. كانت للخير ليه؟ علشان الناس تجرب حكم الاخوان. طول العمر كانوا الاخوان هيفضلوا الناس متعاطفه معاهم والناس هتديهم اصواتها، لكن لما نزلوا المعترك السياسي ونزلوا ومارسوا الحياه الفعليه اثبتوا فشلهم الفشل الذريع. فالحمد لله النهارده هيبقى نهايه حكم الاخوان، سواء النهارده او بكره، يعني مسمار انضاق في عرش الاخوان. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها واكد عليها ان الاخوان دول فصيل اقصائي، مش الشيعه بس ولا الاقباط بس، انا بتكلم عن انه فصيل اقصائي حتى للمسلمين العاديين. يعني الاخوان لو كلكم سمعتوا صبحي صالح وهو بيتكلم بيقول لك اللهم اميتني على الاخوان. الاخوان رسولهم مش محمد رسول الله، لا، رسولهم حسن البنا. الصحابه بتاعتهم مش عمر وابو بكر زي كل المسلمين. الصحابه بتاعتهم بديع والشاطر، هم دول اللي بيبوسوا ايديهم، وهم دول اللي بيحلفوا قدامهم، وهم دول اللي بيصدقوا كلامهم. عشان كده لما النهارده الشعب طلع، الناس الاميين طالعه تقول لا خلاص التجاره بيتين، خلاص بقت سلعه قديمه، سلعه بايظه، محدش بقى يشتري بضاعتهم. خلاص شوفوهم النهارده واقفين فين، في اشاره في ربع العدويه، والشعب كله مالي ميادين مصر. والنهارده هيكون اخر يوم للاخوان، اخر يوم لمرسي. الدول الخارجيه بدات تقول، اوباما بدا يسحب دعمه النهارده، قال لك خلاص اللي هيختاروا الشعب انا معاه. الحاجه الثانيه مش عايزين ننخدع، لان انا سمعت النهارده وانا جاي في الراديو احد الاسلاميين بيقول لك احنا ممكن نقبل انتخابات رئاسيه وانتخابات برلمانيه. احنا مش عايزين ننخدع باللغه دي ولا نقبل اللغه دي مش عايزينها ولا حد ينخدع فيها. احنا هدفنا دستور مدني يمنع قيام اي حزب على اساس ديني. ده هدفنا، لان الاخوان هيقدروا يلعبوا تاني، ممكن يلعبوا تاني، هم اقليه بس منظمه، ممكن يشجعوا الناس وممكن يخترقوا الصفوف تاني ويجيبوا برلمان موالي لهم ويغيروا تاني. الاخوان ما بيزهقوش ما بيتعبوش. فاحنا هدفنا لازم يكون الدستور وينص على ان مصر دوله مدنيه ممنوع فيها منعا باتا قيام حزب على اساس ديني. اشكركم. ويسقط حكم المرشد، يسقط حكم المرشد. حضرات الساده اللي من حضراتكم جه متاخر